اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي كويزين أم تقوى. نتمنى تعجبكم قناتي وتجربوا الوصفات اللي نحطها لكم وتنجحوا فيها. هنا كما راكم تشوفوا عندنا الدرسة تاع الحريرة والشوربة وعندنا خبز مطحون. هذا الزوج صوالح نسحقوهم كامل العام سختو في رمضان. هنا خواتاتي الخبز هذا اللي نوريلكم فيه خدمته العام اللي فات، كان باقي رمضان شهر. شوفوا باقي على حالو، ما تبدل ما تسوس ما والو، وباقي نخدم به كامل العام. هذا اللي بقى لي منه. قلت نوجد كميه واحده اخرى ومازال ماشي هذه هي الكميه كامل اللي نوجدها، بصح بغيت نعطيكم تدبيره ان شاء الله ديروا بها وتنفعكم وتدعوا لي خواتاتي. هنا يا خواتاتي انا كنت حاطه الخبز اليابس هذا اللي كتشوفوا فيه خبز في الصينيه فوق الثلاجه وخليته يبس في غرضه. هنايا راني نطحن فيه. هنا خواتاتي تحبوا تطحنوه كما راني ندير بالاشوار، تحبوا تطحنوه بالرحايه تاع التوابل يخرجه لكم مرطب بالبزاف كما راكم تشوفوا هنا خواتاتي، وتصيبوه مليح نديرو به عجيجات، مليح نديروه في اللحم المطحون، مليح نديروه في الصدر تاع الدجاج، ينفعنا في كل شيء. نسمسلو به الخبز معناتها نرمدو فيه الخبز كما راكم تشوفوا هنا خواتاتي. كيف طحنتو. هنا خواتاتي بنقسم نقسمو على 2 ولا ماشي 2، كمية تاع التوابل تكون شويه كبيره. انا هنا غير راني نوريلكم، مازال نزيد نخدم كميات واحده اخرين. هنا دوك نقلع شويه نخليه نرمد فيه الخبز، والكميه الاخرى ندير لها التوابل ونخليه نسحقو في اللحم، نسحقو في العجيجات تاع البطاطا، نسحقو في كل شيء. ها هي الكميه اللي قلعتها للخبز. ما نسحقش بزاف لانه خطرات ندهن الخبز بالبيض ولا خطرات نديرو فيه في السميد. خواتاتي نروح هنايا نتبلو امامكم. هنا خواتاتي ندير كامل نص مغرف ولا ربع مغرف، عيد نطولو شويه بنا. درت كاري تاع الدجاج، درت الكمون، ندير العكري الحلو، ندير كرويه، قزبر مطحون، فلفل اسود، قرفه، والزنجبيل. كما كنت تشوفوا خواتاتي كميه قلال، ما تضيفوش الملح ان الخبز انا عارفينه بلي فيه الملح. كما راكم تشوفوا خواتاتي ونحتفظوا فيه في بلاره تكون مبلعه مليح، ما تكونش منديه طبعا ولا مشمخه، ولا هذه حاجه باينه. كما راكم تشوفوا خواتاتي. خواتاتي الخبز اللي ما درنالوش توابل تقدروا ايضا تخلوه الحلويات. انا جبنا الاشوار. هنا بندير معكم خواتاتي الدرسه اللي بديت نطيب نخدم بها في رمضان. عندي الدرسه تاع الحريره والشوربه، وعندي درسات واحده اخرين، درسه تاع الزيتون والجلبانه، درسه تاع المرقه البيضاء. كما راكم تشوفوا هنا خواتاتي عندي قزبر. هنايا خواتاتي راني في يومين غاسلاته ومقطراته وراه ناشف قطره ما فيهش. كما راكم تشوفوا هنايا خواتاتي اللي في الاشوار راه خبز مطحون ما غسلتوش باه ندير فيه الدرسه. ما حبيتش نشمخو انه الا شمختو خلاص تروح لي تتعفن من بعد. كما راكم تشوفوا هنا خواتاتي نقطعوا 2 ربطات قزبر تاعنا. انا خواتاتي هنا راني نقطع فيهم لانه لو كنت ديروا الربطه كيما هي على حالها في الاشوار راح يبقاو الخيوط معكم طوال بزاف ويعذبوكم باش تطحنوا. كما راكم تشوفوا هنا خواتاتي انا درت 2 ربطات قزبر مع ربطه معدنوس. وانا خواتاتي في الدرسه تاعي ما نفضلش ابدا ندير الكرافس لانه من بعد يطلق المروريه.
ما نحبوش يطلق يخسر قاع الدرس يخسرها. شوفوا خواتاتي هنا المبتدئات راني نوريلكم هذاك المعدنوس وهذيك الورقه الصغيره اصبر كما راكم تشوفوا نفس الشيء مع الربطه هنايا. راني غاسلتها ومقطرتها. راني نعاود خواتاتي نقولكم ونعاود ما يكونش الماء فيهم، لازم ينشفوا مليح وغسلوهم مثلا مع الصباح وخلوهم حتى من هذاك الغدو حتى يقطروا تماما وخطره على خطره روحوا ليهم ونفضوهم. وهذا الكميه تشد لنا 15 يوم. خواتاتي انايا درت زوج ربطات صبر، ربطه معدنوس، وهنا خواتاتي النعناع ثانيك ما نحبش نكثر بزاف. هنا كنت وصيت الزوج تاعي وما صابش يا هذاك النعناع له قدامكم جبته من عندي انا اللي غرساتو مازال ما ناضش بزاف بصح قطعت هذوك الورقات كما راكم تشوفوا فيهم. ها غاضوني بصح معليش استحقيتهم كما راكم تشوفوا هنا خواتاتي. وما نديروش العود تاعو، نديرو غير الاوراق لانه لا درتو العود ثاني يطلق المروريه كما راكم تشوفوا. نديرو غير الاوراق. هنا يا خواتاتي نروحو نطحنو شويه ومن بعد باه نروحو نكرفجو الثوم ونديروه. هنا خواتاتي الربطه تاع المعدنوس وتاع القزبر نقطعو كي نوصلوا للاخر وين يبقاو لنا غير العيدان خلاص فما نحبسو ما نديروش هذوك العيدان لان خواتاتي العيدان هذوك ثاني كيطيبوا لنا المروره. لاحظوا خواتاتي انا راني كرفشت كميه تاع الثوم. هنا خواتاتي درت 3 فريسان متوسطين ماهمش كبار بزاف. وقد ما يكون فيها الثوم خواتاتي قد ما هذه الدرسه تجي بنينه. هنا خواتاتي طحنتو لان لو كان ديروا حب ولا تقسموا الحب على 2 ولا على 3 من يتطحن يولي يبان مربعات صغار وحنا ماناش نحوسوا عليها من نديروا المغرف في الحريره ولا الشوربه يطلع لنا الفوق. لاحظوا خواتاتي هنايا شوفوا خواتاتي هنا كيف مطحونه. هنا خواتاتي روحوا دوكا نفرغوه باش نديروا له التوابل تاعنا. صدقوني خواتاتي هاد الدرسه تهنيكم من تحبوا تطفوا على الحريره ولا الشوربه ترموا مغرف كبيره صدقوني يا ريحتها من البعيد تشموها. ان شاء الله تجربوها وتعرفوا واش راني نهدر. شارك معكم الحريره والشوربه ان شاء الله المبتدئات يسيوها من ضربك قبل رمضان. وما تنساوش خواتاتي تقولوا لي في كومونتير كما راكم تلاحظوا. هنا خواتاتي نروحوا نبداو بالفلفل الكحل. هنا خواتاتي كما راكم تشوفوا الكميه قدامكم كاين كميه نخدموا بكميه قليله وكاين اللي يزيدوا فيهم. هنا عندي نص ملعقه فلفل كحل، نص ملعقه قرفه، نص ملعقه صغيره ملعقه صغيره معمره عكري. هنا خواتاتي انا نعرف العبر هذه خواتاتي الكرويه. لاحظوا هنا عندنا ملعقه كبيره القزبر. لاحظوا خواتاتي نحب العقاقر نموت عليهم تاكل خطره تشمهم. عندنا القزبر، عندنا زريعه البسباس. هذا خواتاتي كامل نديرو ملعقه كبيره منهم. اللي فيهم ريحه شابه وتجبد نديرو كامل ملعقه كبيره. وراس الحانوت نديرو ملعقه بومبي. لاحظوا خواتاتي نهز شويه. عندي الزنجبيل كامل نعرفو بلي الحريره والشوربه تجي شويه مسكه شويه فيها الحروره. عندي الكركم كما راكم تشوفوا خواتاتي. هنا خواتاتي درت الكاري تاع الدجاج. خواتاتي الكاري تاع الدجاج والجامبو
ويزيدوا لها بنة على بنة. هنا شوية كمون، هنا درت نصف ملعقة صغيرة كمون، حبة جومبو. هاد الحبة تاع الجومبو خواتاتي اختيارية، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش، انايا نحب نديرها. هنايا خواتاتي ملعقة صغيرة كبابة، تروحوا عند العشاب تقولوا له الكبابة يعطيها لكم. تحبوا تجيبوها مطحونة تحبوا نتوما تجيبوها تطحنوها. هنا خواتاتي راح نجيب مغرف كما قلت لكم المره اللي فاتت. المغرف اللي نكونوا نخدموا بها ما ندخلوهاش في العلبه تاع الطماطم. ملعقه كبيره طماطم مصبره. هنا خواتاتي نجيبوا الزيت، نديروا 2 فناجيل زيت معمرين. انا خواتاتي هنا عبرت لكم بالفنجان، ديروا 2 كيما راكم تشوفوا. هنا نخلطوهم مليح، ومن بعد نزيدوا لهم نصف ملعقة صغيرة ملح. خواتاتي ندخلوا كامل المكونات في بعضهم كما راكم تشوفوا، نصف ملعقة صغيرة ملح، لأنه الحريرة والشوربة حتكون فيها الملح. نخلطوا خواتاتي. وهنا خواتاتي بعد ما خلطنا نزيدوا لها ملعقة كبيرة سكر. أنا هنايا درت 2 ملاعق صغار ما عندها واحدة كبيرة على جال الطماطم المصبرة. نخلطوها مليح كما راكم تشوفوا خواتاتي. هنايا ما زدتش الزيت، كان شويه في الفنجال حبيت نكملو. خواتاتي الملعقه تاع السكر منها حافظ ومنها يقلعنا لاسيديتي تاع الطماطم كما هاي امامكم. وهنايا البلاره خواتاتي عقمناها بطبيعه الحال وما نديروش يدنا لداخل فيها، والغطاء تاعها ايضا، ولازم تكون ناشفه خواتاتي مليح. نديروا لها 3 ملاعق زيت كما راكم تشوفوا خواتاتي، ونعمروها في البلاره. ومن الاحسن خواتاتي انها تكون بلاره تاع الزجاج. وما تنسونيش خواتاتي جيم، ابونيو عندي، كومونتير شباب خواتاتي. خواتاتي نحبكم تكومونتيو عندي، الله غالب نحب نشوف التعليقات تاعكم. وان شاء الله خواتاتي تجربوا هذه الدرسه وتقولوا لي، خصوصا المبتدئات والعاملات. الخدامه ما تقدرش تظل تجي تجبد فلفل كحل، قرفه، كرويه، ديريهم كامل طميهم كيما هكا. حرجي القدره تاعك الضربه الاولى فقط، ومن بعد من تطحني وتكملي وديري الحريره تاعك. كي تبغي تطفي ديري ملعقه وغلقي على الحريره تاعك تولي حريره ما شاء الله. هنا خواتاتي كيما راكم تشوفوا نمسحوا منديل ورقي مش منديل مشمخ خواتاتي، باش هكا باه ما تتعفنش معانا كيما راكم تشوفوا خواتاتي. ونحطوها في الثلاجه عادي، حطوها في الباب تاع الثلاجه عادي كيما راكم تشوفوا. هاي امامكم. نتمنى خواتاتي تعجبكم هذه التدبيره اللي عطيتها لكم، هي والخبز المطحون. وخواتاتي من الأحسن أن ما نشروش الخبز بزيادة. مثلا نحنا ناكلو 3 نجيبو 3 ماشي نجيبو 5 ويبقى لنا غير هكا كي طايش. أنا خواتاتي هذا والله العلي العظيم أني شريت 2 خبزات وحطيتهم في الثلاجة. شريتهم ما كانوش عندي، أنا شريتهم وفتتهم كما راكم تشوفوا خواتاتي. فساد مليح ما يحبوا لا ربي ولا نبي. هاهي التدبيره تاع اليوم وان شاء الله تعجبكم خواتاتي. مازال نبداو برنامج رمضان، ندير معكم الحريره، ندير معكم الشوربه، ليكيش، مملحات، قراتانات. ان شاء الله يا ربي تستناوني وتدعموني خواتاتي. ما تنساوش تدعموا اختكم كما راكم تشوفوا.
وخوتاتي كلشي راني نعطيلكم فيه بمصداقيه وكيما نخدم به انا في المطبخ تاعي. ها هو كلشي امامكم. وما بقى لي في الاخير غير نقول اخواتاتي، خليكم في امان الله. سلام.